السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا. يا رب كده تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. تعملي يا سمسمة؟ أنا عنده بلبلة، أنا عندي الست دي. يا رب تكونوا سنة جديدة سعيدة عليكم يا رب. يا رب يا رب كده كل سنة وانتم طيبين، وكل دقيقة وثانية وانتم بخير ان شاء الله. يا رب يجعلها كده سنة خير عليكم جميعا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وتشوفوا وتحققوا فيها كل أمنياتكم. اللي محققاش أمنية السنة اللي فاتت اللي خلصت من يوم دي يحققها السنة دي ان شاء الله، ويكتب لكم السعادة فيها والنجاح لأولادكم والرزق الواسع لأزواجكم والصحة في أجسادكم، ويرزقكم يا رب الخير. قولوا آمين. كل الخير يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب. ويبارك لكم في أولادكم وفي بناتكم، يا رب. واللي ما خلفتش إن شاء الله ربنا يرزقها الذرية في السنة الجديدة المباركة، ويجعلها سنة خير وفرح وهنا على كل أم نفسها تخلف بإذن الله، ويديها الذرية الصالحة يا رب. وينجح لكم أولادكم في الثانوية العامة، أولاد وبنات يا رب. اللي عندها ثانوية عامة ربنا يوفق لها أولادها بالنجاح ويدخل الجامعة اللي نفسه فيها إن شاء الله. آمين. حبايبي ويسترنا ويستركوا دنيا وآخرة. بحبكم من كل قلبي، حبايب قلبي الجمال، وكل ثانية وكل دقيقة وانتوا طيبين وانتوا بالصحة والسلامة. طبعا مفيش أجمل ولا أحلى من المقدمة الجميلة ديت. ونخش مع بعضينا كده نعمل كوباية شاي ونقعد كده ونتكلم. سنة نعناع. أول مرة تحصل لي من سنين بصراحة. تسلموا 2 شاي وصلحوا. تسلموا الأيادي. تسلمي. حطيت لك نعناع وحطيت لك شاي. ايه ده، انا مش شربت الشاي خالص النهارده تصدقي؟ لا انا والله انا بشربه قلت عشان في حاجه اتدفى. ناقصاني. لا بقول في حاجه ناقصاني. انا بشربه عشان اتدفى، انما لا انا بشربه عشان افوق واظبط دماغي. انت تدفي انا اظبط دماغي. اصل انا ماليش في الشاي قوي على فكره. ده الشاي ده اللي اخترع الشاي ده يا سماح واحد دماغه دماغه يا عيني ملقوقة. مقلقله والله. استنى ونقرب الموبايل. والله اللي اخترع فعلا الشاي ده الله يبارك لنا. كنا زمان بنسميه المتين يا سماح. هتعملي المتين. كانت مرات عمك تقول لي ايه، يلا بقى انا داخله اعمل المتين. اقول لها ايه المتين؟ الشاي قصدها على الشاي. الله يمسيها بقى بالخير. تقول لي يلا نشرب بقى 2 في المتين ونظبط الدماغ. الله يلا بالخير يا ماما. يلا اعملي لنا المتين يا اختي يلا. انا بصراحه يا ماما يعني الشاي بصراحه ما بيحلاش غير معاكي. بحس ان ليه طعم حلو قوي ان انت تشربي شاي مع حد كيف شاي، انما حد بيشربه كده كدفى لا، ايه ملوش لازمه، ملوش معنى. اي حاجه معايا انا ليها طعم تاني خالص. يا جامد انت يا جامد. ايوه. طبعا كل سنه وانتم طيبين. النهارده 1 رجب. واحد خير. سبحان الله هو ان واحد. يجتمع سنتين في يوم. شفتوا الخير بتاع ربنا، يعني سنتين في يوم. سنتين وانا حايل فيك. كل الحاجات البركه، كل الحاجات الحلوه جايه في وقت واحد. سبحان الله. الحمد لله يا رب يديم علينا وعليكم يا رب. الحمد لله، يعني الف حمد لله. يديم عليكم الايام الجميله، الايام الكريمه، الايام اللي كلها بركه، الايام اللي كلها خير. طبعا مستحب ان احنا اللي ما تتعوضش ابدا ابدا والله. اللي بيحتفل برجب راس السنه. برجب. سيبكوا بقى من راس السنه وديل السنه والكلام ده كله. احلى احتفال بقى عايزه تحتفلي كده السنه الهجريه. طبعا اركنوا بقى السنه الميلاديه دي على جنب خالص. خلينا الحمد لاصحابها. لله. بيتلككوا بقى ويقولوا لك مش عارفه صوت ايه وصوت ايه، مع العلم اللي باقي الابلكيشنيات بيبقوا مشغلين والله حاجات شغالين قد كده. والدنيا حلوه وجميله. كنت طالعه مع ماما لايف
وكنت باكل قشطوطه. انا عارفه ان هي مقلله الايام ديت من السكر خالص يعني. فقالت لي ايه، لا ما جبتليش ليه قشطوطه؟ قلت لها خلاص المره الجايه، ونسيت برضو. بس هي دي القشطوطه يا سما. طلعت مع هند حاجه غريبه قوي. لقيتها بتقول لها برضو انا عايزه حاجه حلوه. لا ده لقيتها بتاكل برضه قشطوطه. قلت حسيت. لهم انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ لا ما كانتش بتاكل القشطوطه، ده كانت بتاكل حاجات كده فوق بعض اسمها كشري بلبن تقريبا. بس حاجات حلوه. هي حاجات حلوه. بس الكشري ده فيه كشري حلو. هما بقى عاملين لنفسهم براند بقى ان في كشري حلو. حاجه غريبه والله هنقول العظيم. لا، او كل واحد بيمشي حاله، كل واحد بيخترع. وكل واحد بيخترع عشان يبقى ايه ليه سوق يعني. يمشي سوق. وربنا يرزق يا رب كده يا الجميع. رب يا رب. فقلت لها يا ماما والله ما خلي نفسك في حاجه. وقمت على طول رايحه وجايبين ايه القشطوطه. بس هي دي القشطوطه. انا بقى بعرف ان القشطوطه بيبقى داخلها مثلا فوق كنافه وفوقها قشطه وفوقها كده. دي القشطوطه يا جماعه بالمانجا وبالكراميل. المانجا والكريم كراميل. والله قلت لها جميل قوي قوي. قاعده بتنقط. حاجه حلوه. لميها دي. لمي دي خالص. عشان وانا جايباها بس وانا جايباها هي مالت في الشنطه فنقطت خالص. نزلت حلوياتها كلها كده في الشنطه، البهاريز بتاعتها. صحتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ماشي الحال. انا تمام يا ماما. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ربنا ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ده عيالك من كل قلبي. يصلح لك حالك ويسعدك يا رب ويسترك. شوفي بقى ايه دوقي. بصي جايه بقى النهارده البطاطا من امبارح انا عاملاها ايه. انا بقى دي اللي انا جايه عليها مخصوص. والله يا بنتي تعالي عشان البطاطا هتبرد. دي سخنه وجميله بس ما شاء الله. دي سخنتيها كويس. كنت بسخن الاكل. حطيتيها بقى بعد الاكل. وبعدين حطيتها بعد الاكل كويس. انصتت في الفرن ففضلت شغاله عليها. طب كلي بطاطايه كده كويس هي مش مركزه تدفيكي. ايه نسيت الفرن والع اصلا عليها بعد ما سخنت صينيه البطاطس. انت بقى بتحسبيها خدت سخونيه الفرن فسخنت قوي كده يعني. لما انا بقول لا انا نسيت الفرن بعد ما سخنت الاكل والبطاطس. طب كويس يا اختي انك عرفتي وفوقتنا. كويس ان انا دخلت واتحرقت. ده كويس انا دخلت اعمل شاي. ايه ده مش معقول يا سماح. ما كنتش خدت بالي من زمانها. بس اكنها لسه معموله دلوقتي. الله تحفه. كيكه بسيطه مسقيه باللبن مديه طعم. انا كنت هعمل لك رواني النهارده. لا حلوه دي. هنعمل ولا بس كنت عايزه دقيق سميت. شراء العبد ولا تربيته. لا بس ما بتعملي حاجه انت بقى بمزاج كده وصينيه ما شاء الله تقعدي كام يوم تاكلي فيها منها. بتبقى غير ما تجيبي اللدعه دي وهتاكليها في ساعتها. والثمن دي كانت اتعملت بقى صينيه رواني تحفه. يا ماما احنا بناكلها كل يوم. المعلقه صاحيه يا ولاد. خدي معلقه الشاي بقى كلي بيها. انا هاكل بمعلقه الشاي عشان دي انا بصراحه انا كده يعني ايه مش كيفه قوي اكل المعالق البلاستيك دي. وانا ما بحبهاش بصراحه. حتى ما بجيب كشري من بره بنرمي المعلقه وناكل بمعلقه. احنا باكل كده بمعلقتي. احنا كلنا كده. معلقه البيت. مفيش احسن من معلقه بيتك اللي بتاكلي بيها. لو تفتكروا ان احنا كل سنه بنيجي هنا في موسم رجب عند ماما هنا. يعني بعمل لو رجعتوا لفيديوهاتي شويه هتلاقوا كل موسم رجب بنبقى قاعدين كده القعده الجميله دي. طبعا بيبقى معانا حبايبنا كلهم وولادنا بقى واخواتنا بقى ودول كلهم. اخدين بالكم. انا فاكره زمان كان في ليله راس السنه انا واخواتي بقى وماما الله يرحمها والدنيا كلها ونتلم كلنا مجتمعين بقى في اوضه واحده كده ودفى والبرتقال بقى واليوستفندي واللب والسوداني ما اقولكوش. شفتوا القرود عايشين في والله العظيم اسمها ايه جبلات القرود. تبقى اللمه حلوه. والله العظيم تسمعي. لا هي انا اسمها جبلات قرود. بياكلوا ايه القرود؟ انت بتشبهي نفسك بالقرود. مالها القرود وحشين حلوين. قرود
ياكلوا الموز. زي ما اشوف واحده كده وياكلوا طالعه كده السوداني. تنتقد الناس بنقول عليها قرده، فاحنا مش هنبقى قرود زيهم يا ماما، هم قرود بيتنططوا. انا بتكلم القرود على تسمعي اللب، تسمعي السوداني ابو قشره بيتقشر، والله العظيم والله سبحان الله. طب ده انت جبت القرد الحقيقي. فاكر ان انا قرد جنبك يا طب انا عماله اقول قرد ومش عايزه اقولك. انت بتشخصيها، ده انت شخصتيه. اجيب لك موز. طب قرود والموز بقى. والموز سبحان الله، والموز والله احنا العظيم بقى اسرع من اللي القرد هنرقص، مفيش. احنا اللي هنرقص القرد. انا ما شفتوا؟ شفتش اسرع من القرد في تقشير الموز واكله. مش قرد، والله العظيم سبحان هو الله. قرد بقى. مش لما حد بيبقى شاطر في اي حاجه نقول لها ايه ده انت قرده. قرده. لما تبقى شاطره كده والهلوبه بتعمل اكله حلوه وحاجه حلوه وشاطره في العمايل، قرده في العمايل. انت قرده في العمايل. ده انت يعني قردة. القرده، يعني القرده تشبيه مش وحش يعني. طيب وتقولي انت وتقولي بيقشروا هما ليه سرعه كده؟ عشان قرود. هم بيشربوا شاي. والله مش بعيد يا ماما، في الزمن اللي احنا انا ما فيه ده. شفتش القرد بقى وهو بيشرب الشاي، بس أهو. اكيد هيمسك القرد اهو يشرب. هقول ايوه يا اختي. ما خلتش الله. نفسها في حاجه. احلى قرد في الدنيا، احلى قرد في ما الدنيا. خلتش نفسها في حاجه. اهو شفتي القرد وهو بيشرب ايه ده، شاي. ايه ده، لسه مش الحمد ممكن. لله، عشان ما تقوليش حرمتك من حاجه. الحمد لله. اهو كله مجسد قدامكم اهو. بصوا القرود ما شاء الله. والله يلا قرود قرود بس نعيش. قرود بس قرود بس نعيش. ربنا سبحانه وتعالى كرم بني ادم يعني، وايه واحسن الخالقين. الايه بتقول ايه؟ انا مش متذكره. وخلقنا الانسان في احسن صوره، او في حاجه تاني، تبارك الله احسن الخالقين. فما ينفعش حد يشبه حد لا مؤاخذه باي حيوان مهما كان. سامعين؟ بس بقى يعني ايه، سامعين لسه من شويه بتقول ايه؟ ساعه بقى الضحك بتقول واحنا والكلام ده احنا بنقول قاعدين بقى كنا ايه. قاعدين في جبل. ايوه يعني السوداني، وتحسي فعلا ان انت في جبلات قرود، ونقول الصوت السوداني مع اللب مع القشر الموز. طب انت تعرفي يا ماما لما بنروح لما كنا الحديقة؟ بنشوف جبلات القرود وبياكلوا كل حاجه، بس تحس ان فيه هدوء عندهم. فين الدوشه اللي كانت عندهم؟ ده الهدوء اللي يسبق العاصفه. ده كان واقف لي مش شعلق لي على الحديد، وهادي وامير وجميل وبيبص. ايوه ما كانت وهي صغيره في حديقه وانا الحيوان صغيره يعني. ومع اسرتنا وماما وبابا واخواتي وكده. جابها من شعرها. انا خدت الاول السوداني، مش هحترم نفسي بقى كده والم نفسي شويه. طمعت. شفت الطمع بيوصل لايه؟ ورحت بقى وفرحانه جبت سوداني وعيله بقى. رحت تاني مره اسلم، ما سلمتش. لا انت جيتي هنا مره قبل كده. انت سيبناكي مره وسبناكي مره واتنين. جايه تاني يا حلوه. طب تعالي والله يا حبايبي، لقيت حاجه بتنط عليا من فوق ومتشعلق فوق. القرد جاب وانا مطمنه بقى ان هو فوق مش شيء. وفجاه لقيت حاجه حاجه بتقفش شعري. نزل ازاي ما اعرفش. قرد بقى، قرد القرود. وانا عماله اصوت الحقوني. جه بسرعه الراجل الحارس سلكني منه، وجريت بقى وانا منهاره بقى بالخير. هتحسوا فعلا في اليوم في الايام ديت في شهر رجب العظيم، واي موسم لشهر هجري بتحسوا ان احنا بنبقى مبسوطين وفرحانين كده. ربنا سبحانه وتعالى بينزل الفرحه، تلاقي بينزل السكينه والهدوء والله العظيم على المكان وعلى قلبك وعلى الروح. وما تحسي بالروح الحلوه. تقري قران بصوت عالي قبل ما تقعدي تتجمعي مع اهلك. اقري قران في وسطهم بصوت او بعد ما عالي. ما تتجمعي آية خلاص. صغيرة. لا آية صغيرة، أنا بعمل كده. آية صغيرة تذكره. تخيلي بقى بالقعدة بقى الحلوة والهدوء والسكينة مع الناس اللي تحب اللمة الحلوة والقعدة الحلوة يا رب والحاجة يجمعكم كل الحلوة. حبايبكم انتوا بخير يا رب. يا رب ما يفرق بينكم وبين حبايبكم واولادكم وازواجكم وزوجاتكم
وامهاتكم وابهاتكم يا رب. عايزه اقول لك يا ماما، اللي ليها ام ربنا يحفظها لها ويجعلها كده تحت رجلين امها وتغتنم. انا دعوه مني ليكم لكل بنوته، اغتنمي يعني وجود امك، والله اقعدي تحت رجليها، لان اللي جاي مش قد اللي فات. اللي تحت رجلها دي الجنه والله يعني بصي، تحت رجلها دي الجنه، يعني كفايه انها تدعي لك دعوه حلوه يعني واحده الدنيا وما فيها. والله يعني نفسي، يعني انا كنت بتمنى امي تبقى موجوده والله العظيم. الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. كانت اطيب ام في الدنيا، اطيب ام في الدنيا، ما لقيتش يعني مثلها. الحمد مثلها ما ما فيش. كانش فيه في حنيتها، بس ماما أبداً. واخده حنيتها على انا يمكن اكون واخده طيبتها، واخده حنيتها. واخده حنيتها بجد جدا يعني. الله يرحمها. كانت اللي في ايديها، مش لو ما لقيتش حاجه تطلعها تدينا او كده، تدينا فلوس، خدي الاقيها تلمسني بالفلوس كده، اقول لها لا انا معايا يا ماما. كانت تحب بس العطيه، امسكي كانت قوي. تحب العطيه امسكي. قوي انها تدي. امسكي عشان تركبي تاكس، ما تركبيش الاتوبيس. كانت تخاف علينا قوي، وكانت تيجي معايا انا وولادي لغايه توصلنا. ما توصلنا يمكن مشوار محطه الاتوبيس لغايه محطه الاتوبيس والله، وبالليل والله، وترجع لوحدها. وترجع لوحدها. طب احنا ليه ما وبعدين لما فكرناش في كنت كده؟ اقف اخد تاكسي، كانت تخاف عليها على فكره وعلينا قوي. كانت اما اركب تاكس تقول لي خدي الرقم، وتقف كده تعمل ان هي بتقرا، وتعمل تاخد ان هي بتاخد الرقم. والله وتبين للسواق ان هي والله. خدت الرقم اهو شوفي الرقم. بصي تفكيرها، شوفي والله تفكيرها العظيم من كام الله سنة. يرحمها. ست رفيه وطيبه وجميله. وده اللي المفروض يحصل دلوقتي. كانت تقول عشان تسمع السواق احنا خدنا الرقم اللي مكتوب على ظهر الكرسي، تقول لي خلي بالك من نفسك، ولما توصلي كلميني في التليفون. كلميني يرحمها. وعرفيني ان انت وصلتي. والله الله يرحمها يا رب ويحسن اليها، الناس الجميله ويرحم بتوع زمان امواتنا دول مش جميعا، مش ويرحم امواتكم واموات مش المسلمين. هيتعوضوا قصدي. لا ما يتعوضوش طبعا. عشان كده الام ما تتعوضش. الله يرحمها. يعني الواحد بيحاول يغتنم كله في والله العظيم. انا كنت بتمنى ان ولادي يتصلوا عليا بالتليفون ويقولوا لي كل سنه وانت طيبه يا ماما، كل سنه وانت طيبه. مش عايزه اكتر من دي، اكتر من الكلمه دي. انا مش منتظره حاجه غير اكتر من كل سنه وانت طيبه. اسمع صوت، اطمن، تقدير، احس ان في حد فاكرني، مش من ربنا ما يجيبش نكد. المهم انا كأم يعني، واحساس اي ام يعني زي كده، اتمنى من الله، اتمنى من الله ان لو كل بنت وكل ابن يتصل على امه ويسلم عليها. ده نصيحه ليكوا لكل ابن وكل بنت. وبتمنى ليا انا، بتمنى ليا انا. ما انا حواليك اهو يا ماما، وانا مش ماليه عينك ولا ايه؟ انت منوره، انت منوره عليا الدنيا. قولوا حاجه. لا ومنوره حياتي. الله يبارك لك في حبيبتي صحتك يا ويبارك رب. لك في عيالك يا رب. يا رب يديك الصحه. لان وطول العمر الدعوه يا اللي رب. انا بديها لبنتي هي اللي هتقعد لها، هي اللي هتديم معاها. هي الدعوه دي اللي هتمسك في عظمها، الدعوه دي اللي هتمسك فيها. انت فاكره يا ماما القصه بتاعت؟ استني بس اما اخلص الكلمتين دول. كنت انا مش فاكراها عموما يعني، بس هنفكر اول ما بعض افتكرها دلوقتي. لما نفكر بعض، لما اقولها لكم ايه الفيديو اللي جاي. لا ايه هي القصه؟ اللي هي كان حد غاضب امه وكده، وطلع قاعد في الجبل، وحد من الانبياء برضو فلقى مزعل امه، وامه في ساعتها مش عارفه تقريبا ماتت. ف راح المكان يمكن اللي هو كنا موتها فيه. بنكرمك يعني اللي اتقال كنا بنكرمك علشان خاطر امك. مين دلوقتي؟ بنكرمك يعني بقى، اعمل صالح، اعمل خير، عشان ايه؟ نكرمك لعملك انت بقى. لعملك، انما خلاص احنا عملك. بسبب دعاء امك ليك وعشان امك كانت موجوده، اللي هم قلنا كمان بنكرمك عشانها. اللي اتقفلت عليهم الحجاره، واتضمت عليهم ما عرفوش يخرجوا الثلاث اصحاب اللي اتقفلت عليهم المغاره، والحجاره قفلت عليهم وما عرفوش يخرجوا، فما فيش حيله قدامهم. قالوا يا رب، كل واحد بقى يا حبايبي قاعد قال قصه بيسترجى فيها ربه. يا رب انا كان ليا ام وكنت بقف لهم بكوب اللبن وهم نايمين، واحرم ولادي ما يشربوش منها الا لما يصحى امي وابويا وياخدوا اللبن ويشربوا.
فحكى القصة، فانفرجت سنة، الحجر انفرج سنة. جيت تاني قال يا رب أنا كان ليا بنت عم وكانت في أزمة ولجأت لي، وعلشان لجأت لي فأنا طلبتها في حاجة محرمة وما رضيتش إن أنا أكمل معاها واتقيت ربنا فيها واديتها اللي هي عايزاه، فانفرجت سنة، اتزحزح أكتر سنة. بس فجيت تالت قال يا ربي أنا كان ليا عامل عندي وأنا استثمرت له كل أمواله اللي كانت له عندي وادخرتها له وكترتها له، واتصل بيا، اتصلت بيه وقلت له تعالى خد كل اللي ليك عندي وشيل ده كله، دي حاجتك وفلوسك وأموالك. سبحانك يا ربي. يعني كل واحد قال قصة، فانفرجت بقى الحجارة يا الله، وربنا فرجها عليهم. يعني كل انسان بعمله، كل انسان بعمله. ربنا بيفتحها عليكي بعملك. بالظبط. ربنا بيفرجها عليكي بعملك بيرزقك صحة بعملك. اكيد طبعا. والاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فانا انا بتمنى بقول لكل ابن وكل بنت اتصلي على امك طول ما هي موجودة، اتصلي على امك كلميها، اكسبي رضاها، اكسبي رضاها. قربت لكم المسافات يا جماعه، عشان اللي ما بيعرفش يستوعب من بعيد يستوعب من قريب. يعني انا عايزه اقول اللي انا عايزه اقوله باختصار، اغتنم وجود الام في حياتك. يعني عندك ام انزل قول لها كل سنه وانت طيبه، مش هقول لك تليفون، لا روح لها بوس ايديها، خد لها ورده في ايدك وكل سنه وانت طيبه يا ماما. والله يا ماما قول لابوك وامك سامحوني. والله الام ما بتبقى مستنيه لا ورده ولا اي مستنية حاجه ولا اي حاجه، مستنيه الكلمه الحلوه من ضناها اللي تعبت فيه وربته. مجرد لما اشوف ابني ده بالدنيا كلها. فليه فعلا ما نغتنمش الفرصه واي حد مخاصم امه عشان بس ما تغضبش عليكم. ان شاء الله بالتليفون، حتى لو انت مسافر بقى مثلا او لو انت في شغل قالوا يا ماما كل سنه وانت طيبه. الام بتحب التقدير، بتحب تحس ان انت فاكرها، فاهمين؟ ان انت حتى فاكرها، مش منتظره منك حاجه ولا منتظره منك لا تشيل وتمحمل ولا خالص عبد المطلب زوروني كل سنه مره، زوروني كل سنه مره، حرام تنسوني كل سنه مره، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. يا ماما أصلا ما تتنسيش يا قمر، يا قمر يا قمر. فأنا ده احنا ننسى روحنا وما ننساكيش. ربنا يكرمك ويدي كل واحد على قد طيبته وعلى قد نيته يا رب إن شاء الله. وربنا يهدي ولادنا ويهدي لكم أولادكم إن شاء الله كده ويجعلهم بارين بيكم إن شاء الله. كلمة أخيرة بقى يا ماما كده في حضور البطاطا. أنا بعد ما أخدت البطاطا وعملتها قلت يا ريتني كنت خدت أكتر، بس هو كان بيناولني حاجات بقى وكده، فقلت له هات بقى باقي فلوس البطاطا 1.5 كيلو بالعشرة. كنت جبتي لي 3 على فكرة. البطاطا دي لو حسب الحظ، كل يوم بيعدي وكل يومين بس هو ما أنا بقولك لا حسب الحظ وحسب الزرعة. يمكن النهاردة حلوة ممكن تيجي بكرة تلاقيها مسخ. لا انت بتعرفيها من شكلها، انا بعرفها على طول. فبتبقى مش نفس الزرعة. لا انا عندي خبرة في كل حاجة الحمد لله، اعرف الحلوة من الوحشة من الحادقة من المسكرة، اعرف البطاطس لما تجيب البطاطس الحلوة اللي هي بتاعة التحمير والشيبسي دي تدوقيها كده، لو لقيتيها حادقة خديها، لقيتيها مسكرة ما تاخديهاش. المسكرة دي اللي بتتحرق على طول منك في الزيت اول ما بتحطيها. طب انت تعرفي ان في بطاطا فاتحة وبتبقى مسكرة؟ لا البطاطا لا دي جبلي ومش حلوة، اللي هي البيضة الرخيصة دي مش حلوة خالص خالص. ده في دلوقتي بطاطا بيضة مش حلوة خالص، صحراء 5 جنيه ورخيصة جدا، ولا ملهاش 3 لازمة. ما تجيبوهاش، يجيبوا البلدي بتاعتنا الجميلة اللي احنا عارفينها، اللي تاكليها كده تحسي بحلاوتها وطعمتها. ايوه. وفي ختام بقى الفيديو بتاعنا حبايب قلبي، وليس بينا ختام، يا رب تكونوا استمتعتوا كده، ويا رب كده كل سنه وانتم طيبين كده تكون عاجباكم، وتجتمعوا انتوا حبايبكم كده في الخير دايما يا رب، ومجتمعين في الخير دايما يا رب.
وكل ام بنت وكل ولد يتصل على امه يقول لها كل سنه وانت طيبه، ويغتنم وجود امه وابوه ويراضيهم ويفرحهم ولو باتصال بالتليفون. هقوم بقى خلاص كلنا الحاجات الحلوه، اقوم بقى ايه نعمل فشار نقعد ناكل. ولسه برضو البرتقال النهارده هناكل كل الحلويات احتفالا. ايوه حلويات يا حلويات. هتحتفلي بالاكل؟ لا بنحتفل بكلام. والله وفي يوم جميل زي دوت واول سنه جديده هنعمل الفشار واول رجب ما شاء الله، يجعلها ايام مباركه علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. يا رب يبلغنا ويبلغكم رمضان استنى ما اقول لهم يا ماما هنعمل ايه وانتوا بعد في ما نقفل احسن صحه الفيديو. وفي احسن حال يا رب، ويخش عليكم رمضان كده وانتوا في اموركم متيسره والدنيا زي الفل معاكم وولادكم بخير وناجحين ومتوفقين ان شاء الله. تبقى سنه خير وسعاده عليكم وتحقيق امنياتكم، وكل اللي ليها امنيه ان شاء الله ربنا هيحققها لها السنه الجديده السعيده الجميله اللي احنا فيها دي باذن الله. نعمل بقى الفشار. فشار ايه بعد ده؟ انا بصراحه نفسي مفتوحه النهارده اهو تقولوا لي بس ليه؟ لا كفايه كده، كلي بس بطاطا وكلي قشري لك برتقانه. البرتقال، ايوه. وكفايه بقى بنحلي بقى والقشطوطة. بالقشطوطه الجميله وخلاص. فشار ايه واملاح ايه؟ هنعمل الست فشار دي. برضه هقول لكم ليه بقى، عشان ريحه الفشار والفشار وهو سخن كده، ونعمل عليه كده في الوش كده شوكولاته سايحه عليه كده وناكله. سيبك ده ماما كانت عايزه تعمل رواني دلوقتي، بس في والله حضور أنا- القشطوطه والله كانت تبور جايبة حاجتها الرواني. والله. بس اللي ناقص السميد دي، السميد خلاص يا بتاع ماما ما احنا البسبوسة. مش هنحكي تاني خلاص. المهم ان احنا هنكمل يومنا وان شاء الله كده يجعلها ان كده. شاء الله هعمل لكم الرواني كده عايزة اقفل معاكم. الفيديو هيطول. ان شاء الله نعمل الرواني باذن الله ونعمله قدامكم كده وهتبقى في منتهى الجمال ان شاء الله. نعملها فيديو كده ايه لوحدها كده مع بعض. هتحبوها قوي قوي. بصوا العسل اللي فيها. وتعملوها لاولادكم في الشتاء دوت هيفرحوا بيها قوي قوي قوي، وهتبقى احلى من البسبوسه على فكره. يجعله يا رب كده سنة هجرية جميلة وسعيدة عليكم وعلى أولادكم.